اتكلمنا الفيديو اللي فات عن ازاي الشريعه بتحكم العمران وبتخلق بيئه افضل للافراد. في الفيديو ده عايزين نشرح ازاي العمران ده بيؤدي لخلق امه عزيزه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا بحضراتكم وفيديو جديد من عمران الدوله المستحيله. مصطلح الحقوق العمرانيه دايما فكرتنا عنه هو عباره عن ان شخص بيبني بيته وبيشطبه، لكن في الحقيقه هو معناه اوسع بكتير جدا من المعنى ده. شرحنا في الفيديوهات اللي فاتت بعض الافكار اللي بتطرحها الشريعه في فكره الحقوق العمرانيه. الحقوق العمرانيه اللي بتديها الشريعه للافراد بتؤدي لخلق بيئه الافراد فيها بيكونوا اعزاء، فنتيجه ده الامه كلها بتكون عزيزه. ازاي ده بيحصل؟ ربنا سبحانه وتعالى خلق جوه الانسان غريزه مهمه جدا، نتيجه الغريزه دي هو التطور اللي الانسان عايش فيه دلوقتي. الغريزه دي هو البحث عن الافضل. كل واحد فينا دايما عايز احسن بيت وعايز شغلانه تجيب له فلوس، وده اللي الرسول صلى الله عليه وسلم قال عنه. عن ابن عباس قال صلى الله عليه وسلم: لو ان لابن ادم واديا من ذهب لاحب ان يكون له واديان ولن يمنع افاه الا التراب ويتوب الله على من تاب. صدق صلى الله عليه وسلم. الحديث ده بيبين معنى هو في حاله ان الانسان الجشع يسيطر عليه، وبيبين برضه معنى مهم جدا وهو رغبه الانسان في انه دايما يمتلك الافضل. ده اللي الشريعه استغلته كويس جدا في ان هي تخلي افراد الامه دايما يحسنوا من نفسهم ويبحثوا عن الافضل، ولكن بشرط ان المال ده يكون دايما في ايدك مش في قلبك، عشان ما تضرش نفسك او تضر اللي حواليك. وهنا يجي المبدا المهم جدا اللي نصت عليه الشريعه، وهو مبدا لا ضرر ولا ضرار. الشريعه دايما بتدفعك ان انت تطور من نفسك وتبحث عن الافضل، لكن بشرط لا ضرر ولا ضرار، لا تضر نفسك ولا تضر غيرك. عشان نوضح ده وتاثيره في العمران هنشرح مثالين مهمين جدا. المثال الاولاني وهو حريه الاحياء بدون اذن الامام، وده اللي خليته الشريعه جائز واللي ما بيأديش للفوضى عكس الظن العام، وشرحنا ده في الفيديو اللي فات. ونتيجة الإحياء اللي شرحناه في الفيديو اللي فات ده هيمتلك الفرد مكان أفضل. المكان ده هو أحياء بإيده بعيدا عن المدن وبعيدا عن الزحمة، فدايما الفرد هيسعى دايما إن هو يحيي مكان أكبر عشان يمتلك مساحة أكبر. ده لو اتكلمنا على مستوى فرد واحد، ما بالك بقى لما يكون الموضوع ده على مستوى عدد كبير من الافراد. نتيجه ده تلاقي ان الناس كلها دورت على الاماكن الصحراويه عشان فيها، وهتبعد عن الاماكن اللي كلها تكدس كلها زحمه وهي المدن الرئيسيه. مثال تاني هو المعادن والثروات اللي موجوده في الكره الارضيه. الشريعه خلت المعادن والثروات دي لمن استطاع اليها سبيل. الشخص اللي بيجتهد عشان يحصل على المعادن دي بيملكها، ولكن ده من غير ما يملك الارض اللي فيها المعادن والثروات دي، لان هي لكل الناس. وده يخلي الانسان يتفاعل بشكل اكبر مع البيئه. ان الشخص اللي هيروح يبحث عن الثروات دي بادوات بدائيه هيحصل على كميات قليله، المره الجايه هيطور ويجيب ادوات افضل عشان يحصل على كميات اكبر، ونتيجه ده هيبقى في ابتكار لادوات افضل في ان هو يستخرج المعادن دي، وده يخليه يتفاعل بشكل افضل مع البيئه بشرط المبدا اللي الشريعه نصت عليه: لا ضرر ولا ضرار. ده نتيجته بكل بساطه افراد هيبنوا عمران افضل، فبالتالي الشخص ده هيكون عزيز وقوي، ونتيجته هي امه عزيزه وقويه. ومفيش امه عزيزه بدون ما الافراد دول نفسهم يكونوا اعزاء واقوياء. غريزه البحث عن الافضل بتستغلها الراسماليه كويس جدا في التطور اللي احنا فيه ده. ولكن لو انت بصيت للصوره بشكل كامل هتلاقي ان في دمار حصل في البيئه. افراد الامه كلهم اذلاء لراس المال، لان هم ما حققوش مبدا لا ضرر ولا ضرار، وكان في احتكار للثروات. لكن لو الثروات دي كانت متاحه لكل الناس ان هي تبحث عنها، فبالتالي الافراد دي كلها حالتهم الماديه هتزيد وهيبقوا افضل. لكن حاليا كلنا اذلاء لراس المال اللي هو بيقبضك اخر الشهر. اللي احنا بنتكلم فيه ده يعني تجلى بشكل واضح جدا في بلد زي فنزويلا. اللي بيحصل هناك ده نتيجة عوامل كتير جدا، أهمها عدم تمكين الأفراد من قبل النظام أو من قبل الدولة، فبالتالي مفيش حرية للإبداع والابتكار لاستخراج الموارد والثروات اللي هي بتاعة البلد نفسها. ده نتيجته أمة ذليلة أي حد يعرف يشقلب البلد. نتيجة عدم تمكين الفرد ده خلته شخص فقير، فبالتالي هو بيدور على قليل القليل عشان يعرف يعيش، فما عندوش حرية الإبداع والابتكار عشان يستخرج الموارد بتاعة بلده. نرجع هنا برضو للسؤال اللي سألناه في الأول: الفيل اللي في الغرفة، هل الشريعة دي هتؤدي للفوضى؟ هل مبدأ لا ضرر ولا ضرار ده هيؤدي ان مفيش فوضى ما بين الناس في تعاملاتهم؟ في مبدأ مهم جدا نصت عليه الشريعة، وده اللي هيمنع الفوضى من الأساس، وهو مبدأ حيازة الضرر. عشان نوضح ده هنقول المثال التاني: لو تم تطبيق مبدأ الإحياء والتمكين ده وراح فرد بنى في منطقة فاضية وعمل مثلا قدام البيت ده حديقة، وجه بعده شخص تاني، الشخص التاني ده لو عايز يفتح شباك أو يبني بطريقة تجرح الشخص الأول، هنا مبدأ حيازة الضرر اللي نصت عليه الشريعة يقول إيه؟ يقول إن الشخص الأولاني هو بيحوز الضرر، فالشخص رقم 2 ده لازم يبني بطريقة ما يضرش الشخص الأولاني. الشخص الأول يحوز الضرر والشخص التاني عليه إن هو ما يضروش. بمبدأ حيازة الضرر ده هيتم تنظيم البيئة كلها، لأن دي حاجة مش مكتوبة، لا ده هو واقع، هو معروف مين اللي بنى الاول مين اللي بنى بعديه. فلو دي حاجه مجرد قوانين مكتوبه فهي عادي ممكن تتخالف، لكن ده واقع قدام عينك وانت شايف وعارف مين اللي بنى قبليك، فبالتالي كل اللي قبليك دول بيحوزوا الضرر اكتر منك. نتيجه ده هيحصل حاجه مهمه جدا، وهي ان الافراد هيتجهوا ان هم يبنوا في اماكن قليله العمران، لان هم هياخدوا حقوق اكتر من اللي هيجي بعديهم. فاللي هيحرك الفرد هنا زي ما قلنا في البدايه هي غريزه البحث عن الافضل. فكده يبقى اتحقق مبدا الاحياء ومبدا التمكين ومبدا حيازه الضرر. احنا ليه بقى ما نسيبش المخططين هم اللي يخططوا وهم اللي يعملوا
الليله دي كلها؟ لان هم اكيد عندهم معلومات اكتر من الناس، فهيتم تحديد كل حاجه من البدايه، وبالتالي هيبقى معروف فين الطرق وفين اماكن المباني وفين كل حاجه. الاجابه على السؤال ده هي ان الشريعه بتفضل فكره تمكين الافراد مش المخططين، عشان يحصل فيه تفاعل اكبر ما بين الناس. التفاعل اللي يحصل ما بين الناس على ارض الواقع ده غير المخططين اللي هم بيخططوا من خلال الصور والمعلومات بس. فنتيجه ده هيبقى فيه بيئه افضل للحياه ما بين الافراد، ما يبقاش كل شخص فيهم عايش في جزيره منفصله. كل جار هيبقى حريص جدا ان هو ما يضرش جاره، عشان يحقق مبدا لا ضرر ولا ضرار. فلان هو لو ضر جاره، الجار اللي هيجي بعديه هيضره، فبالتالي كلهم هيبقوا ساندين على بعض زي الدايره كده. لو واحد فيهم وقع الباقي كله هيقع، فكل واحد فيهم هيبقى حريص ان هو ما يضرش اللي جنبه عشان يحفظ حقوق نفسه. ساعتها كل قطعه من العمران هتبقى نتيجه تفاعل ما بين الناس كلها، لان هي في النهايه هتحقق احتياجاتهم. وده مقصد تاني من مقاصد الشريعه، وهو مبدا الشورى. لازم ان هم دايما يتشاوروا ما بينهم وما بين بعض عشان يحققوا الحاجه اللي هتحقق احتياجاتهم كلها. طب هي ليه الشريعه رافضه ان المخططين دول هم اللي يبقى في ايديهم السلطه؟ لان المخططين دول دايما بيكونوا تابعين لجهه معينه، بيكونوا تابعين دايما للراجل اللي هو ملك ده، هيبقوا دايما تابعين في قراراتهم ليه مش للافراد. فنتيجه ده يبقى عندك طبقه من البيروقراطيين كده ما بيشتغلوش. طب هل ممكن يتحقق تمكين الافراد وفي نفس الوقت نستفيد من خبره المخططين دول؟ فنتيجه ده يكون المجتمع كله منتج. هنجاوب على السؤال ان شاء الله الفيديو الجاي. ممكن تشاركونا برضو في الكومنتات الموضوع ده ممكن يتحقق ازاي. يا ريت تشوفوا الفيديوهات اللي فاتت برضو عشان تحاولوا انتوا تفهموا الافكار اللي احنا بنتكلم عنها كل فيديو. يعني شكرا جزيلا لحضراتكم، وراكم قريبا ان شاء الله. سلام.